فعل في آخر مباراة فاز على الاتفاق بالدوري السعودي. الهلال يوم الجمعة ما بعد القادمة مباراة على صعيد كأس ولي العهد السعودي في النهائي. يترك في وسط الميدان، يضع كرة عند ياسر القحطاني، القحطاني تمرير ولا أروع. أحمد علي هدف أول، هدف أول. رادوية ترقب للتسديد الآن، وميرين رادوية يتحرك يصوب كرة واصلة إلى علي خصيف. والشلوب عنده كرة ثابتة ملعوبة إلى منطقة الجزاء، مقطوع على طول من دفاع الجزيرة لافتتاح مبارياته بدوري أبطال آسيا أمام سبهان. كرة ملعوبة من جانب الجزيرة إلى تمريرة ممتازة على الجهة اليمين، كريستيان فيلامسون يصل لمنطقة والتصويبة ملعوبة للأمام وسط تغطية من دفاع الهلال ممتازة، مقطوع الكرة من الدفاع الهلالي إلى داخل المنطقة وهدف أول. هدف أول من واقع المباراة. في بعض الأحيان تظهر النتيجة سلبية، لكن المباراة مشتعلة في ميدانها الأخضر. لكن في هذا المساء 3 أهداف في 23 دقيقة وندخل على الدقيقة 24. الأهداف الثلاثة لا تعكس واقع المباراة. المباراة ليست بتلك السرعة، ليست بكل السرعة، لكن جاءت إلى الجهة اليسار. ترجع مرة ثانية الكرة لرادوي عرضية إلى منطقة الجزاء. تستسلم في هذه البطولة، تفضل المواصلة على المنافسة في لقب الدوري لأنها تدرك أنه يقرب المسافات للمشاركة بكأس العالم للأندية كما فعل ذلك طبعا الأهلي. هذه كرة ملعوبة ساقطة إلى منطقة الجزاء ممتازة عند أحمد علي. أحمد علي استدارة يمرر واصلة إلى عبد الرزوري. عبد الله والجزء الآخر يشغل الوحدة، والشلهوب يلعب عرضية إلى داخل منطقة. في قضية الزمالك الأخيرة في مباراة أمام الإفريقي التونسي، هذه كرة ملعوبة من محمد أمام الوحدة الإماراتي ب3-0. كريستيان فيلامسون يلعب كرة عرضية مقطوعة، تمريرة إلى منطقة الجزاء، ممكن هدف التعادل بنفس الشكل الهدف الأول. الكرة ترجع من نفس صاحب الهدف الأول، لكن التجربية في الجهة اليمين ملعوبة عرضية على طول عند خصيف.